السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بكم. النهاردة هنفرز مع بعض الملوخية الخضراء بخطوات سهلة وبسيطة جدا، وهنستخدم في الوصفة ديت مكونات موجودة في كل بيت. طبعا انا جبت الملوخية قرطفتها وغسلتها وفرمتها. معايا مج شوربة كبير. خلونا نتفق على حاجة، ان احنا بنعمل حاجة بيتي، يعني حاجة انضف واحسن 100 مرة من الحاجات المفرزة الجاهزة. فضروري للي هتستخدم وصفتي ديت تستخدم شوربة بقى فراخ او شوربة لحمة المتوفر عندك، بس بلاش نستبدلها بمية. معايا 3 مكونات اساسيين موجودين في كل بيت: معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة كربوناتو، ومكعب مرق. طيب انا ليه هستخدم كربوناتو في الملوخية؟ الكربوناتو يا جماعة بيحافظ على خضار الملوخية، مهما قعدت عندك في الفريزر بالشهور هيفضل لونها اخضر وجميل زي ما هو. احنا كلنا عارفين لو انت مثلا فرمتي ملوخية وحطيتيهم في كيس وشلتيهم في التلاجة، بتبص تلاقي لونها اسود وما بيكونش طعمها حلو. انما الكربوناتو ان شاء الله هيحافظ لك على لونها لغاية اخر كيس معاكي. طبعا والسكر والمرقة دول هيحافظوا لك على طعم الملوخية، هيخليها لك مسكرة. هنبتدي بقى ندوب المكونات ديت مع الشوربة. وهنضيف برضو عليهم الكربونات، وما تقلقيش يعني كله مع بعض ندوبهم كلهم مع بعض. سامحوني بقى صوتي تعبان شوية، البرد انتوا عارفين اليومين دول تغيير الفصول صعب جدا. هندوبهم بقى كويس، وهنضيفهم مع الملوخية. هي كده لسه محتاجة شوربة تاني، انا مش عايزة الورق يكون ظاهر كده وباين، انا عايزاها زي العجينة السايبة بالظبط. انا كده جبت تلت مج شوربة، يعني الاتنين كيلو ملوخية اخدوا مني مج شوربة وتلت. بس هي كده وصلت للسمك اللي انا عايزاه، زي ما احنا كنا بنشتريها جاهزة وبنسيبها تفك من التلج اللي هي فيه، بتكون نفس السمك دوت. طبعا كفايه ان انتي ضامنه نظافتها وشايله الورق الفاسد اللي فيها وعاملاها على ايدك وحاطه لها مكونات جميله جدا، يعني صحيه 100% ونتيجتها هايله ان شاء الله. انا بقالي سنين بعملها بنفس الطريقه ديت، والحمد لله في ناس جربوها وشكروا فيها جدا. هنبتدي بقى نفرزها. المكونات اللي انا بقى هستخدمها والاشياء اللي انا هستخدمها: معايا دباسة واكياس تلاجة وكوباية عشان اثبت بس فيها الكيس. طبعا لو حضرتك تحبي تستخدمي ظهر سكينة سخن بدل الدباسة او شمعة مفيش مشكلة، اللي اريح لك، بس انا بالنسبة لي بحس ان الدباسة بتكون اسهل. هبتدي اثبت الكيس. طبعا وحضرتك تقسميه على حسب اعداد الاسره عندك. انا عن نفسي ما بحبش احط كميه كبيره في الكيس، لان انا بحبها صبحه، ما بحبش طعمها لما بيبات تاني يوم. ابتدي بقى افرغ الهواء منها بالشكل ده، وابتدي اتني الكيس بقى عشان ادبسه. برضو لو تحبي تفرزيها وتحطيها في علب مفيش مشكله، بس انا عايزه اقولك على حاجه، ان العلب بتسحم الدنيا، انما الاكياس هتحطيها في اي جنب في الفريزر او في الديب فريزر ما بتاخدش مكان خالص. اهو بالشكل ده انا فردتها خالص. طبعا انا هعمل نفس الكميه كلها كده بنفس الشكل زي ما انت شفتي، انا دبستها من الحرف وفردتها على قد ما اقدر، لان انا اوقات كتير بحب استخدم نص كيس، يعني بعمل طبق بس جنب الاكل، فبيكون سهل عليا ان انا اكسرها كده من النص وهي متجمده، بقسمها بالنص فبيكون الموضوع سهل. والنص التاني طبعا بحتفظ بيه في الفريزر لمره تانية.
طبعا انا هعمل لكم منها وهي متجمده اهي زي ما انتم شايفينها خضرة وجميله. هي كمان فاتحه عن كده بكتير بس الكاميرا هي اللي مغمقاها. بجد طريقه ناجحه 100%. اتمنى ان انتم تجربوها. وده شكلها وهي متجمده. واشوفكم بقى على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولو عجبكم الفيديو لايك. واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.